السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سامح شاهين من موقع نوليرا دوت كوم. نكمل إن شاء الله بداية الدرس الرابع، التعامل بقى مع الملفات جوه التراك نفسه على التراك. تعال الأول نحضر الملفات. import. عندي ملفين فيديو، اوكي نختار الأولاني تمام ونزل عندي. وقلنا بعد كده طبعا لو انت عايز تشوفه وتتك هنا بلاي بيبدأ هو في ايه، في عرضه. تك ستوب. نحضر كمان ملف، ناخد مثلا ستريت فايتر. ماشي، جميل جدا. نحضر كمان ملف صوت بقى المرة دي، ممكن الانترو. اوكي، او بدل ما ارجع تاني هاخد مثلا الانترو وهاخد معاها ايبك واخد معاها احمد بخاطر. يبقى انا هعلم على التلاتة دول كده واقول له ايه، اوبن. تمام، دلوقتي احضر لي التلاتة. يبقى انا عندي 3 ملفات صوت وملفين بس فيديو. بس خد بالك الملفين دولت مختلفين في حاجة. الاولاني معزول الصوت، معمول له متصدر برنامج الافتر افكتس من غير صوت. فعلى سبيل المثال انا لو ضغطت عليه، هضغط دلوقتي بقى بكليك شمال، انا كده ضغط بكليك شمال، هسحب لتحت تحت تحت. جميل قوي. اجي بقى لحد الاول كده واشيل ايدي زي ما انت شايف، حطه هنا على الايه، على التراك لاين. لو انا ضغطت هنا، اذا انا واقف على الثانية 4. ايه اللي في الثانية 4؟ الصورة ديت. طيب ضغطت هنا، اذا انا واقف على الثانية 2. ايه اللي في الثانية 2؟ الصورة دي. طبعا احنا اللي اتكلمنا قلنا ايه ديت قبل كده. ممكن بس نكبر شوية. جميل جدا. تعالى كمان نحضر مثلا الملف بقى اللي ايه، الفيديو. انا قلت ده من غير صوت، معزول الصوت، هو اصلا ملوش صوت. ستريت فايتر طبعا صوت وصورة. فانا لو سحبت كده عشان احطها على التراك وبكليك شمال وبعدين بشيل ايدي، واخد بالك، حط هنا ملف الصورة فوق وحط هنا ملف الصوت تحت. هعمل هنا كده. خد بالك انت ممكن تتحكم في ديت. يعني انا لو ضغطت هنا وسحبت، شوف بيعمل ايه، بيعمل زوم اوت. ليه؟ عشان اقدر اشوف الملف كله. طبعا عملت زوم اوت لدرجة ان ملف الفيديو ده انا مش شايف فيه التفاصيل، مش في حاجات معينة عايز اشوفها بس مش واخد بالي منها، عايز اكبر. باجي هنا واقوم جاي ساحب. شوف اللي بيحصل، شوف الملف كبر ازاي معايا. او ممكن بالبكرة، البكرة بتاعت الماوس نفسه اللي هي كده وكده. تمام ماشي. خلاص قلنا ده ملف فيديو. لو انا عايز اشغله وجاي مثلا متأكد على بلاي، زي ما انت شايف ده ملف فيديو وهنا ماشي وهو بيعرض. تمام. هو دلوقتي خلصه، هيخش على ملف الايه، ستريت فايتر. من اول هنا هيبدأ فيه صوت اهو. بص، ايوه لو انت سامع السماعة ثواني علي. ستوب. يبقى انت كده فهمت فكرة التراك. المؤشر ده طول ما هو ماشي بيعرض اللي بيجي قدامه. جه قدامه مثلا ملف صوت بيعرضه، جه قدامه ملف صورة بيعرضه، جه اي حاجة بتيجي قدامه بيبدأ هو في ايه، في عرضها. طيب ممكن بقى نعمل مثلا بقى مسح. نضغط هنا ماشي، وبعدين تك على ديليت من الكيبورد. طبعا التعامل مع الكيبورد اسهل بكتير لان اختصاراته مفيدة جدا. ونتك هنا، او خلي ده احنا عايزين ده تراك ايه يا جماعه؟ ده تراك صوت. لو انتوا فاكرين كان فينا صوت دلوقتي، لان تراك الفيديو حاجه وتراك الصوت بيبقى ايه، حاجه تانية. فده تراك فيديو، ده تراك صوت. طيب دلوقتي بقى عايز احط مثلا ايه، صوت على صوره. خلينا مثلا الاول نمسح كمان تراك الفيديو، نعمل ديليت. عايزين نمسح التراك نفسه، كليك يمين، ديليت تراك. اصبح دلوقتي انا عندي ايه، تراك صوت بس. تراك الصوت ده هاجي على الانترو واشدها واسحب وتك اوكي. تمام كده هو حط لي ايه، تراك الصوت اهو. هاجي اضغط على اوله عشان اعرضه واتك مسطره من الكيبورد او علامه البلاي. سامع الصوت؟ هتك تاني مسطره. طيب عايز اسحب كمان واحد، ممكن مثلا على الابيك واشد. قدام حلين، يا اما احطه هنا يبقى هيتعرض بعده، يا اما احطه تحت وبالتالي الاتنين هيتعرضوا على بعض. فانا لو حطيته هنا كده واشيل ايدي، اذا هو اتحط ايه، جنبه. طيب لو انا عايز احطه تحته، هتك عليه واشد لتحت واجي مثلا عند الاول هنا كده واشيل ايدي اوكي. الاتنين تحت بعض معناه ان الصوتين هيتعرضوا مع بعض. المؤشر ماشي بيعرض الصوت ده وبيعرض كمان الصوت ده. تعالى كده نشغل ونسمع بقى الاتنين على بعض. بص خلاص صوت الطبلة خلص، فبدأ هو بيعرض ايه، في ملف الموسيقى التاني. بس مسطرة تاني علشان ايه، نوقف ونكمل ان شاء الله في الدرس ده.